السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جريد 4، أهلا بيكم. يلا بينا نجيب الكتاب بتاعنا والماركر علشان هنحل شوية بساط النهاردة ونبدأ في حاجة جديدة. هنتكلم عن lesson 2 كده، مراجعة سريعة جدا. لما كنا بنتكلم عن الادابتيشن وقال لي ان في 2 types من adaptation: structure يعني حاجة ربنا خلق الكائن ده او living organism بيها، والتانية اسمها behavioral adaptation معناها حاجة هو بيعملها. هفكركم تاني. خلاص، ربنا خلق لنا مثلا احنا كهيومن عندنا 2 ايد و2 رجل. ربنا خلق الانيمالز بيمشوا على 4. طيب دي ايه؟ دي حاجة ربنا خلقها لنا، يبقى دي structure adaptation. اما behavioral adaptation ان احنا لما بيجي البرد بنلبس تقيل، بيجي الصيف بنلبس خفيف. البيردز او الانيمال بتعمل مايجريشن من مكان للتاني and so on. تمام. طيب، وبعدين اتكلمنا عن الاركتيك فوكس والفانيك فوكس، وبعدين اتكلمنا عن البول شارك، والنهارده هنبدأ نحل مع بعض الكلام ده. تمام. بيقول لي ايه؟ بيقول لي write a scientific term. خلاص، scientific term هيجيلنا او يجيلنا في الديفينيشن a change in body structure. بس كده خلاص. اول ما اقرا الجزء ده اعرف انها ايه؟ structural adaptation. طيب، number 2 a change في البيهيفير. يبقى ايه؟ يبقى behavioral adaptation. خلاص. الاتنين دول يا هيجوا scientific term يا يجيلك منهم حاجة طبعا ايه definitions، لانه يعني الحاجات الجديدة خلاص، الامتحانات الجديدة بتيجي فيها ايه؟ كتابة كتير. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ use the following structure and behavioral adaptation of the following animal to complete a table below. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا هنكمل التيبل ده، وممكن نذاكر منه يعني ايه كده. لو احنا مش عارفين نذاكر كل حاجة تمام، فاحنا هنركز هنا هلاقي كل حاجة اوكي. طيب يلا بينا كده نقول بسم الله. الفينيك فوكس انا ممكن نختار له structure adaptation ازاي؟ حاجة ربنا خلقه بيها. خلاص، طب تعالوا كده نفكر مع بعض. الفينيك فوكس ده يمثل كان عايش في الديزرت اللي لونه ايه؟ لونه لون الرملة. كان عنده تين colored coat. تمام، حلو، يبقى دي كانت نمبر 1. بعد كده رقم 2، كانت يمس ودانه طويلة. خلاص، وكان بيعيش في بارو behavioral adaptation. خلينا في الاستراكشر الاول. طيب تعالوا نختار كده. ايوه، ودانه طويلة اهي. يبقى احنا كده بالظبط عملنا الفينيك فوكس. اول حاجة تين colored coat، عنده الكوت بتاعه لونه كده مصفر شوية. خلاص، رقم 2 عنده big ears، ودانه كبيرة. واخر حاجة strong sense of hearing، بيسمع كويس قوي. ودانه كبيرة عشان يعمل sweat او عشان يعمل losing للهيت، وكمان يبقى strong sense of hearing. طيب يا ترى بقى البيهيفير كان بيعمل ايه؟ بص يا مس، كان بيعيش في بارو، كان بيعمل بان لايك دوجز، وكمان اخر حاجة كان بياكل كل انواع الاكل. طب يلا كده نشوف ايه اللي ناقصنا. بانس لايك دوجز اهي. تمام، فدي كده كمان ايه عملناها، يبقى احنا كده حفظنا وبرافو علينا. طيب ندخل بعد كده على اللي بعده، اراكتيك فوكس. يا ترى الاراكتيك فوكس ده كان عايش فين؟ يلا نفتكر. ده اللي كان عايش في التاندرا ديزرت، المكان اللي هو في الشتاء بيبقى تلج وفي الصيف بيبقى جميل. فده بقى اللي كان بيعمل ايه في الكود بتاعه؟ تعالوا نشوف. structure adaptation للاركتيك فوكس. تعالوا كده نشوف. اول حاجة كان عنده ايه؟ short ear and short leg، كان قصنون. تمام، دي اول ايه؟ اول واحدة. طيب وكمان وعنده strong sense of hearing، هو حاططها لي. يفضل لي واحدة كمان، يا ترى ايه هي؟ ها، نركز كده كويس. خلاص، احنا اخترنا التين كولر، واخترنا كمان البينتينج، واخترنا الاير. خلاص، اوكي. طيب اهي، بيعمل كاموفلاج باي سيزون. يعني ايه؟ يعني في الشتاء بيبقى الفر لونه ابيض، وفي الصيف بيقلب براون. هي دي. تمام، احنا كده فهمنا الجملة دي جديدة علينا، ولكن احنا خلاص الحمد لله فهمنا مالها. كاموفلاج باي سيزون يعني ايه؟ يعني فرو بيتغير لونه على حسب الايه؟ على حسب السيزون اللي هو فيه. طيب تمام. وبرضه هو live in Peru and eat different kinds of food.
حلو جدا. فاضل معايا بقى اخر واحد اللي هو البول شارك. فانا عارف ان البول شارك ده، خلي بالكم انا بفرق ما بين الاستراكتشرال وما بين البيهيفيرال. طب انا عارف ان هو عايش فين، في الفريش وول ايه والسولت ووتر الاتنين. فاول حاجة وانا بقول كده اهو، قلت ايه بيعيش، يبقى ايه اهو الراجل ده هو ايه مكانه، ربنا خلقه فين، هناك في الايه، في الفريش ووتر. تمام. طيب تعالوا كده نبص. اعمل لي 3 حاجات، عايز مني 3 حاجات احطهم في الاستراكشر ادابتيشن بتاعته، وحاجة كمان احطها في الايه، في البيهيفيرال ادابتيشن. طيب اول حاجة طبعا انا عارف ان هو عنده شارب تيث، والا ما كانش يبقى ايه، ما كانش يبقى شارك اصلا. يبقى خلاص انا اخترت الايه، الشارب تيث. تمام حلو. عنده ايه تاني؟ انا عارف ان الباك بتاعه يا مس لونه بلو او دارك، والبلي لونها ابيض. دي كان اسمها ايه؟ دي كان اسمها كاونتر شيدنج. هكتبها هنا هي كمان. خلاص. طيب ايه كمان؟ مم. فاضل ايه؟ فاضل هي اخر واحدة، ان هو كان live in fresh water. احنا قلنا دي في structural adaptation انه ربنا خلى جسمه يقدر يعيش في المكانين مع بعض. خلاص. ويفضل لي اخر واحدة في behavioral adaptation، هو بياكل جميع انواع الاكل، وكمان بيعمل هانس day and night. يبقى انا الجزء ده مهم جدا، علشان كده حليناه مع بعض، علشان هو فعلا يعني ملخص الجزء اللي فات كله. تمام. طيب طبعا هو يعني ما ينفعش نستغنى عن الايه، عن الشرح اللي فات، ولكن هو ملخص لطيف وجميل جدا عن الايه، عن الجزء اللي فات. طيب ناخد بقى الجزء الخاص ببارت 2 في في الليسن 2. كان بيقول لي ايه، بيكلمني عن انيمال جديد، بس الانيمال ده خطير عشان كده عملنا له فيديو لوحده. فبيقول لي ايه دي، اسمها ايه؟ اسمها بانثر كاميليون. الكاميليون دي اللي هي الحرباية. طبعا الحرباية معروفة عندنا جدا، يقول لك دي حرباية دي حرباية. طب يا ترى ليه الحرباية مظلومة معانا كده؟ يلا بينا نشوف ايه الموضوع. بيقول لي اول حاجة ان البانثر كاميليون دي نوع من انواع الليزرد، يعني نوع من انواع السحالي. تمام. طيب والسحالي خلاص، يعني عايزة اقول مثلا يعني انا مثلا ليا اسم خلاص، وبعدين ليا اسم بابا، وبعدين ليا اسم العيلة، فهي اسمها بانسلر كاميليون. خلاص. طب اسم باباها ايه، او تبع ايه، تبع الليزرد. طب اسم العيلة ايه بقى؟ ريبتايلز. تمام، عشان تبقوا عارفين هو قصده ايه. يبقى بيقول ان البانثر كاميليون دي ليزرد من ايه، من عائلة الريبتايلز اللي هم الزواحف. يعني تقرب لمين؟ تقرب مثلا للتمساح، تقرب للتعبان، من نفس الايه، من نفس العيلة كده. طيب وبعدين، وبيقول لي انه هي من اقدم انواع الانيمالز الموجودة على الارض. اوكي. طيب وبعدين ندخل بقى في الايه، في الكلام الاساسي. طيب خلي بالنا كله بيعتمد على بعضه، ونحط خط معايا يا شباب. يبقى اول حاجة البانثر كاميليون، دي مين؟ دي الحرباية. دي نوع من انواع الليزرد اللي هي من الريبتايلز اللي هو اسم العيلة يعني، ودول اقدم حيوانات موجودة على الارض. تمام. طيب وبعدين جسمها شوفوا ملون ازاي. تمام. طيب بيقولي ان هو covered with scales. يعني ايه؟ جسمها بيتغطى بسكيلز، زي اسمها حراشيف كده. زي مين؟ زي الستارت جاما ليزرد، وزي الديزرت ليزرد اللي احنا شفناهم قبل كده. تمام. الديزرت ليزرد اللي هي كان عندها colorful scales، والستارت جاما ليزرد اللي كان لونها لون برضو يلو. تمام. وادي تالت واحدة. يبقى نخلي بالنا ان احنا اخدنا كام ليزرد يا شباب؟ اخدنا 3. رقم 1 الستارت جاما ليزرد اللي كانت في اول الكتاب. رقم 2 الكالرفول ايه، او الديزرت ليزرد اللي هي كانت كالرفول سكيلز. واخر واحدة اللي هي منين، اللي هي الكاميليون. طيب ندخل بقى في الايه، في الاساس. الكاميليون دي عايشة فين؟ علشان ليها الوان مختلفة كده وجميلة. عايشة في التروبيكال رين فورست. يعني ايه بقى تروبيكال رين فورست؟ رين فورست معناها غابة ممطرة، عمالة تمطر كتير، يعني في مية، وطالما في مية يبقى في أشجار كتيرة، وأشجار طويلة، وورد، وحاجات جميلة خالص. يعني ايه؟ غابة مليانة حاجات كتير. فبيقول لي انه مكانها هو اللي خلاها بتعمل كل اللي عندها ده.
اول حاجة ربنا عارف انها هتعيش في الغابة، فخلق لها ايه؟ طالما قلت خلق لها ايه يبقى دي structural adaptation. اول حاجة ربنا خلقها لها، خلق لها ايه؟ خلق لها عينيها. مالها عينيها؟ its eye can face opposite direction. يعني ايه؟ يعني كل عين والتانية، واحدة ممكن تبص ناحية اليمين وواحدة ممكن تبص ناحية الشمال. ايه ده يا نهار! حقيقي سبحان الله. بيقول لي ايه؟ نخلي بالنا بس من الايه، من الكلام. number one, its eye can face opposite direction. يعني ايه؟ يعني one eye can move ماشي، او each eye، كل واحدة فيهم تقدر تتحرك independently. تمام. بس ده احنا ايه، مش هنحط تحته خط، احنا عايزين الكلام المهم. ايه الكلام المهم؟ one eye can search for food like insect and other eye look out for danger in different directions. يعني ايه؟ يعني عين عمالة تدور على الاكل. ايه ده؟ هي بتاكل؟ بتاكل ايه بقى؟ بتاكل insects، حشرات. والعين التانية عمالة تدور هل في حد جاي ياكلها، هل في حد جاي ياكل الاكل بتاعها، وهكذا. تمام. ده شرح الايه اللي هو its eyes can face opposite direction. اوكي اتفقنا؟ خلاص. يبقى ال structure adaptation، اول حاجة الكاميليون دي نوع من انواع الايه، نوع من انواع lizard، عيلتها reptiles، اقدم كائنات على الارض. خلاص اخدنا ايه؟ ان هي جسمها بيتغطى بسكيلز. المكان اللي هي عايشة فيه، عايشة في الرين فورست، فعلشان كده ربنا خلق لها السكيلز بتاعتها ملونة جدا جدا جدا. فباخد الستراكشر ادابتيشن. اول حاجة اتكلمت عنها الايه؟ عينيها. عينيها بتعمل حاجة خطيرة جدا، ان هي ال eyes can face opposite direction. كل عين بتبص في ناحية مختلفة. one eye أول عين بتدور على الأكل، وتاني عين بتعمل look out for danger. تمام. طيب دي عينيها يا مس، خلاص اهو مشاور لك عليها. طب يا ترى يا مس الكالرفول سكيلز دي ليه؟ بيقولي ان ربنا خلق لها البرايتلي colored skills او الكولرفول سكيلز دي علشان ايه؟ علشان تعمل help. يعني help يعني هتساعدها. help it to make camouflage علشان تستخبى and hide between green leaves and colorful flowers. يبقى سبحان الله، ربنا عمل ايه؟ ربنا خلاها متلونة بالطريقة دي، لانها ممكن تقف على جذع الشجرة فتتلون باللون الاخضر او البني مثلا، او وقفت على زهرة تتلون باللون بتاعها. يبقى ليه هي عندها scales colorful او brightly colored to help it to camouflage، علشان تستخبى وتعمل hide وسط ال green leaves and ال colorful ايه flowers. تمام. غالبا ان الجزء ده بيجي سؤال بالايه، why، يعني بالجيف ريزن بتاعه. اخر حاجة بقى هنتكلم عنها في الكاميليونز بالنسبة للستراكتشرال ادابتيشن. خدوا بالكم الحاجات دي اصلها بتبقى يعني ايه confused شوية في البداية، لكن انا كل ما هكررها هعرفها. انا في الكاميليون بتكلم عن عينيها، بتكلم عن لونها، بتكلم عن رجليها. يبقى دي رقم 1 عينيها، رقم 2 لونها، رقم 3 رجليها. طب يا ترى مالها رجليها؟ ايه يعني العجيب في رجليها؟ بيقولي ان رجليها شكلها V shape feet اهي، في شيب فيت. طب يا ترى ليه عامله كده؟ ايه ده؟ ده كمان بص كده الديل بتاعها شبه الصوابع بتاعتنا كده، ياه. فبيقولي انه الكاميليون الفيت بتاعتها في شيب والتيل بتاعها لايك هاندز. طب يا ترى ليه؟ علشان تعرف تمسك نفسها وما تقعش، اصلها عماله تتنقل من شجره للتانية. to hold tightly the branches of trees، علشان تمسك البرانشز كويس قوي. تمام. ركزوا معايا قوي. ممكن نيجي هنا كده نعمل سامرايز صغنون ونكتب الاستراكشر ادابتيشن اللي هما التلاتة بالظبط. رقم 1 الاي بتاعتها، خلاص كل واحدة face opposite direction. رقم 2 الكالر بتاعها بيتغير على حسب المكان اللي هي فيه. ورقم 3 الايه الفيت والايه والتيل بتاعها.
تمام. بعد ما عملنا السمرايزنج كل ده كان الاستراكشر ادابتيشن. ايه ده؟ هو في بيهيفير ادابتيشن؟ طبعا هو مش هيسيبنا غير لما ناخد استراكشر وبيهيفير. طب بيهيفير ادابتيشن معناها ايه؟ معناها هي بتعمل ايه بنفسها. فبيقول لي بص كده الكاميليون دي ذكيه موت. ايه اللي بيحصل؟ بيقول لي ان هي لو لقت نفسها خلاص في خطر لازم تتصرف. تمام. ليه لازم تتصرف؟ اصل هي يا عيني غلبانة، ولا عندها تيث قوية تعض اي حد جاي يجي ياكلها او جاي يهاجمها، ولا عندها كلو مخالب مثلا تخربش حد، ولا اي حاجة علشان تقدر تدافع عن نفسها. ولكن ايه بقى؟ هي بتعمل 3 حاجات خطيرة جدا علشان تعمل ايه بقى؟ تعمل سكير للانيميز بتاعتها، تخض الانمي. طبعا انمي هنا معناها العدو بتاعها، وسكير تخوف. تمام. فعلشان تخوف الانميز بتوعها عندها تريكس، خدع كده. اول حاجة هي واقفة ولقيت قدامها الانمي، فبتعمل ايه؟ buff up its body with air، تملى جسمها بالهواء. رقم 2 open its mouth wide، تعملها كأنها بتخوفه كده او يعني هتاكله. نفخت جسمها يعني كبرت جسمها اكتر، فتحت بقها قال يعني ان هي هتاكله. رقم 3 هو يتخض طبعا، تروح مغيرة لونها خلاص، وايه اللي يحصل؟ تختفي وما يبقاش شايفها. يبقى نمبر 1 كل ده behavioral adaptation، كل ده هي بتعمله علشان تدافع عن نفسها، لان ولا عندها تيث ولا عندها كلو، بس ربنا عطاها تريكس تعملها. نمبر 1 يعني ربنا ألهمها. نمبر 1 puff its body with air، تملى جسمها بالهواء او تنفخ جسمها بالهواء. رقم 2 open mouth wide، تفتح بقها جدا. رقم 3 change its color، هتغير لونها. تمام. وتخليه ايه؟ هتغير لونها علشان ايه؟ علشان ما يشوفهاش، وخلاص هي كده بقت ايه؟ بقت في امان وهربت منه خلاص. سبحان الله. يبقى احنا اتكلمنا عن الكاميليون، عرفنا هي من عيلة مين، عرفنا هي عايشة فين، وعرفنا كمان ليه هي بتتصرف بالطريقة دي. طيب، فبيقول لي Peninsular chameleon can hunt its prey and protect itself from predator، يعني تعرف تصطاد وتاكل وكمان تدافع عن نفسها. ده علشان خاطر حاجة structural adaptation، حاجة ربنا خلقها بيها، اللي هي ايه؟ اللي هي عينيها. one eye can search for food and other eye can look out for danger. يعني ايه look out for danger؟ يعني تبص على الخطر. طيب تعالوا كده نحل الحاجات دي طبعا مهمة جدا. فبيقول لي ايه؟ فبيقول لي هنا complete the following table to describe the type of adaptation، تمام، that help a chameleon to survive. وهنحط S structure او B behavioral. فبيقول لي ايه؟ bright colored scales، السكيلز بتاعتها هل هي behavioral adaptation فتكتب B، ولا هي structural adaptation فتكتب S؟ تمام. فطبعا انا عارف ان السكيلز ربنا خلقها بيها، فانا لازم اقول ان هي ايه؟ structural adaptation. طب يا ترى هي بتستخدم ال bright color skills عشان ايه؟ to camouflage and hide among the trees. طيب ال V shape بتاعت الفيتس، طبعا انا خدتها في الاستراكشر. طب يا ترى رجليها وديلها عاملين كده ليه؟ to balance and move، عشان تعرف ايه؟ او زي ما كان كاتبها لي انها تمسك البرانش تايتلي بقوة. رقم 3 I move in different directions، الاي بتتحرك في اتجاهات مختلفة. هل ده ايه؟ طبعا العينين، فالعينين من الاستراكشر ادابتيشن. تمام. كل ده عشان تعمل هانت وهي ايه؟ وتاخد بالها من نفسها. اما بعد كده puffing up its body، يعني بتنفخ جسمها بالهواء، ده طبعا behavioral علشان تعمل سكير للانيميز. changing الcolor، بتغير لونها، ده برضو behavioral علشان برضو تعمل ايه؟ defend and survive، عشان تختفي. تمام يا شباب.
وهنا نكون خلصنا الجزء ده من الدرس التاني. ذاكروا كويس وان شاء الله نحل الاسئلة مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.